كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. اليوم هاي الحصة الثالثة بتأسيس الكيمياء. يلا بسم الله. كيفكن يا تاسع؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد بمادة الكيمياء تأسيس. بعد ما أعطينا وظيفي وأخذنا العناصر الكيميائية وأخذنا كيف نكتب صيغة وكيف نسمي صيغة. اليوم رح أكون معكم بكيفية حساب كتلة مولية. شو بتفيدنا حساب كتلة مولية؟ انتو كصف تاسع مقبلين على الصف التاسع بتفيدنا بالمسائل، مسائل 40 علامة، سواء كانت مسألة سطرين اللي أخذينها من قبل أو مسألة تراكيز اللي رح ناخدها بالصف التاسع. فهي كتير مهمة حساب الكتلة المولية، وأساس يعني بقلب المسألة رح تاخدوا انتو تحسبوا كتلة مولية من خلال لقانون أو لمسألة، تمام، اللي فيها مسألة السطرين. فكتير مهم انكم انتو تعرفوا كيف تحسبوا كتلة مولية وتفهموها وتشتغلوا معي، وخليكن معي ومركزين كتير منيح، لأنه اليوم الحصة كتير هامة وهذا الفيديو جدا هام. بس بدي إياكم تجيبوا ورقة وقلم، بدي إياكم تجيبوا ورقة وقلم مشان نحسب مع بعض وتشاركوا معي. قال شو هي الكتلة المولية؟ الكتلة المولية هي كتلة مول واحد من مركب 1 جرام بمول اس ناقص 1. أهم شيء تعرفوا إنه واحدة الكتلة المولية جرام على مول أو جرام بمول اس ناقص 1. في شيء لحد الآن؟ ما في شيء. الكتلة المولية رمزها ام كبيرة، 1 جرام بمول اس ناقص 1. برجع بعيد، الكتلة المولية رمزها ام كبيرة، هي ام كبيرة. واحدتها شو؟ واحدتها واحدتها جرام بمول اس ناقص 1 أو جرام على مول، جرام بمول اس ناقص 1. يا عيني عليكم، يا سلام، انتو أبطال. لحد الآن عرفنا. اكتبوا على ورقة، اكتبوا إنه الكتلة المولية رمزها ام كبيرة، رمزها واحدتها شو؟ واحدتها جرام بمول اس ناقص 1. هي الكتلة المولية فهم، ما في شيء بدكم تحفظوه، بس بدكم تضربوا وتجمعوا وبس، ما في شيء. يعني الأمور سهلة كتير 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 كتير، أبسط ما أنتوا متوقعين. شايفين هذا الجدول هذا كله اللي كاتبته أنا؟ هذا ما للحفظ، هذا الجدول هن بيعطوكم أوزان كل عنصر، تمام، كتل ذرية لكل عنصر، وأنتوا شو بدكم تحسبوا الكتلة المولية. فهذا الجدول يبين الكتلة الجرامية لبعض العناصر. الهيدروجين قال 1، الكربون 12، الكبريت 32، الكلور 35.5، الأكسجين 16، الحديد 56، النيتروجين 14، الصوديوم 23، الألمنيوم 27، المغنيسيوم 24، الكالسيوم 40. شوفوا شو قالت لكم بالملاحظة. هذه القيم تأتي، القيم مو القيم، هذه القيم تأتي ضمن سياق المسألة ولا داعي لحفظها من قبل الطالب. يعني انتم ما بتحفظوها، هاي ما للحفظ، هن بيعطونا الكتل وانتم بس بتطبقوا فقط لا غير. سهلة 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 سهلة، تمام. الكتلة المولية الجزيئية هي مجموع الكتل الذرية. طيب هلا السؤال بيقول احسب الكتلة المولية لكل من العناصر الآتية. عم نحسب كتلة مولية لكل من العناصر، لكل من المركبات التالية. يلا احسبوا الكتلة المولية لكل من المركبات الآتية. أول شيء أنا مشان ما نرجع على الجدول راح أكتب لكم إياهم، علما أنه مشان ما نرجع على الجدول ونعذب حالنا. الآش 1، CL 35.5، الإس 32، الNA 23. هدول هن بيعطوكم إياهم. السي 12 شو بفيدنا كمان؟ هلا بهاي الصفحة هدول بس. والأو 16
يلا، حمض كلور الماء. حمض كلور الماء بالمسائل التراكيز احتمال كتير كبير ما يقولوا لنا شو صيغته لحمض كلور الماء، فانتوا لازم تكونوا حافظين شو صيغة حمض كلور الماء. لهيك الجداول اللي اخذينها بالحصة الأولى وبالثانية جدا مهمة. حمض كلور الماء هو HCl. طيب الطالب هلأ بنشوف، لازم تكونوا حافظينه كتير منيح انه هو HCl. اول شيء انا بشوف هاي الآش الأولى اللي عندي إياها آش، كم آش عندي أنا؟ شو في عندي رقم جنب الآش؟ ما عندي شيء، يعني آش واحد. وقديش الآش هن يعطونا إياه؟ كمان واحد. فبقول واحد بفتح قوس، بقول واحد ضرب واحد، خلصت من الهيدروجين. شو في عندي بعد الهيدروجين أنا عندي كلوريد Cl، كلوريد Cl كلها عنصر لحالها. الكلوريد 35.5. طيب أنا كم Cl عندي؟ هي Cl، كم Cl عندي أنا؟ وحدة. ما في عندي رقم جنب Cl يعني واحد، فبكتب 35.5 ضرب واحد لأنه ما عندي غير Cl وحدة. بسكر القوس، معناتها بحط قوس للآش وقوس للCl. طيب شو بحط بيناتهم؟ زائد. شو بحط بيناتهم؟ زائد. الآش واحد، واحد ضرب واحد واحد، زائد خلصت من الهيدروجين، زائد الكتلة المولية عبارة عن مجموع، بجمع كل عنصر بخلصه بجمعه مع العنصر الثاني، بخلصه بجمعه مع العنصر اللي بعده، بخلصه بجمعه مع العنصر اللي بعده، بخلص كل عنصر وبجمعه مع الباقي وبخلص هيك. هلا Cl 35.5 ضرب واحد ف35.5. كيف بدي اجمع 35.5 زائد واحد؟ هلا هي 36.5 لانه 35 زائد واحد 36.5 فاصلة 5، يعني 36.5. بس رح نتعلم مع بعض كيف بدنا نجمعها. 35.5 أنا بالجمع لأنه عندي زائد لازم حط فاصلة تحت فاصلة، بحط فاصلة. شو هالشغلة؟ الواحد شايفينها؟ الواحد هي نفسها 1.0، فهون الواحد وهون فاصلة صفر. وهلأ بجمع 5 زائد صفر 5، بنزل الفاصلة، 5 زائد 1 6، فالجواب 36.5. 35.5 زائد 1 36.5. رح برجع بعيدها. الآش واحد، كم آش عندي؟ آش وحدة، فواحد ضرب واحد. من وين اجت هاي الواحد؟ من علما أن هن اعطونا اياهم، هدول هن اعطونا اياهم، أنا بعطيكم اياهم، هن اعطونا اياهم. فواحد ضرب واحد، خلصنا من الهيدروجين. مين ببقى عندي هلا؟ الكلور. كلور كم كلور عندي؟ وحده. طيب قديش الكلور؟ 35.5. فبقول 35.5 ضرب واحد. هلا واحد ضرب واحد واحد، زائد 35.5 ضرب واحد 35.5. واحد زائد 35.5 36.5. هي الام الكبيره. وقديش الواحده؟ جرام بمول اس ناقص واحد. شو الواحده؟ جرام بمول اس ناقص واحد. خلونا نشتغل مع بعض أنا وياكم بحمض الكبريت. يلا جاهزين؟ جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمض الكبريت H2SO4. حمض الكبريت H2SO4. قلت لكم احتمال كتير كبير إنه ما يعطوكم هن الحمض بمسألة التراكيز، فلا تحسبوا الكتلة المولية. إذا ما عرفتوا إنه H2 بجوز تشيلوا أنتوا الآش تقولوا HSO4، بجوز تشيلوا 2 تقولوا HSO4. وبالتالي بما انه انتم ما عرفتوا الحمض بشكل صحيح رح يكون الكتلة المولية خاطئة، واذا الكتلة المولية خطأ رح يكون في خطأ بحساب عدد المولات. لوقت تاخذوا التراكيز تعرفوهم اكثر، فهيك بصير في خطأ بالمسألة. ليش شو نحن نخطأ بقلب المسألة وينقصنا علامات وكذا؟ لا، نحن بنحفظ الجدول كتير منيح مشان إذا إجانا حمض ما قايلين لنا هن صيغته نكون عم نعرف نحسب الكتلة المولية بشكل صحيح. لهيك حفظ الجداول والتأسيس بمادة الكيمياء جدا جدا مهم. حفظ الجداول كتير هام وكتير هام. أنا شرحت لكم ليش الحموض كتير هام بحفظها كمان كرمال المعادلات الأيونية والعدد الوظائف كله. وهي أنا عم أقول لكم إنه حفظ الجداول هام كمان كرمال الكتلة المولية والمسائل.
عيدوا كرروا عيدوا بتوصلوا لل 200 من 200 بإذن الله. حمض الكبريت H2SO4. هلا الآش 2 هي أول عنصر بدي أبلش فيه اللي هو H2 يعني الهيدروجين. قديش الهيدروجين؟ الآش 1 من وين جبتها؟ هاي أرقام ثابتة، أوزان ثابتة لكل عنصر هن بيعطوكن ياهن، انتو مالكن علاقة بحفظهم. الآش 1 ليكو شايفين آش 1 مكتوب فوق بالجدول إنه الهيدروجين 1. هن بيعطوكن علما أن هن مو يعني انتو بس شغلتكم تكتبوا وتعوضوا. الآش 1 بكتب 1. كم هيدروجين أنا عندي؟ 2. فواحد ضرب 2 خلصت من الهيدروجين. بعدها بحط شو؟ زائد. هلا شو في عندي بعد الهيدروجين؟ عندي الاس. شايفين الاس؟ طيب كم اس انا عندي؟ 4 ام 1. انتبهوا 4 ام 1 1. برافو عليكم، لانه هي الاربعه لمين؟ ما لها علاقه، هي الاربعه للاو. طيب انا ليش كيف بدي اعرف انا انه هذا العنصر الاس مو اس او؟ لانه انا ما عندي بالكيمياء عنصر اسمه اس او، هو هذا اس، لانه حمض الكبريت H2SO4 هذا اس كبريت، وهون قايلين لي انه الاس 32. فانتبهوا يعني انه شو عندي الاس 1 وقديش اعطونا الاس هن 32، فبقول 32 ضرب 1. خلصت من الاس، بسكر القوس. شو في عندي بعد الاس؟ عندي الاو، بحط لكم اياها بلون ثاني ولون للآش خليكم تفهموها كثير منيح. فعندي أنا الآش 2 بالأخضر وإس 1 بالأحمر وبالأورنج أو 4. هلا شو بعمل؟ خلصت من الإس 32 ضرب 1 بدي أشوف الأو. كم أو أنا عندي؟ أو 4. طيب قديش الأو أعطوني إياها؟ الأو 16، فبقول زائد بفتح قوس 16 ضرب 4. هلا 1 ضرب 2 2 زائد 32 ضرب 1 32 زائد 16 ضرب 4 64 وبجمع 2 زائد 32 34 زائد 64 98. والواحدة شو هي؟ جرام بمول ناقص 1. خلصنا من حمض الكبريت. برجع بعيده مشان الدقة مشان التركيز وتكون المعلومة جدا 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 سهلة علينا ومشان ما أقصر مع حدا. تمام يلا. H2SO4. أول شيء أنا عندي الآش اللي هو هيدروجين. كم هيدروجين أنا عندي؟ 2. والآش قديش أعطوني إياه؟ 1. فبقول 1 ضرب 2. خلصنا من الآش. بعدها بحط زائد لأنه الكتلة المولية هي عبارة عن مجموع. زائد الاس. كم اس أنا عندي؟ 1. قديش الاس؟ أعطوني إياها 32. فبقول 32 ضرب 1. هيك أنا بكون خلصت من الاس. بضرب بكم اس عندي؟ الاو 4، فبدي اضرب بشو الاو؟ بالاربعة. وكم او؟ وقديش الاو؟ وزنها 16. 16 ضرب 4 هي الاو. بعدها بجري عملية الضرب بكل قوس وبخلص، واخر شيء بجمع. اول شيء بضرب بعدين بجمع. 1 ضرب 2 2 زائد 32 ضرب 1 32 زائد 16 ضرب 4 64 بطلع 98. هلا عنا حمض الخل. حمض الخل CH3COOH. يلا أول عنصر عنا إياه مين هو؟ السي. طيب قديش السي؟ السي 12، فبقول 12 ضرب 1 لأنه ما عندي غير هون سي وحدة. 12 ضرب 1 خلصت. بعده عندي مين؟ عندي الآش، خلينا بالأخضر الآش 3. كم آش أنا هون عندي؟ عندي آش 3، فبقول 1 ضرب 3. من وين إجت الواحد؟ لأنه هن أعطونا إنه الآش 1، هن قالوا لي
فبقول 1 ضرب 3. هني قالوا لأنه الآش 1، بقول 1 ضرب 3 بين قوسين، وشو بيناتهم؟ زائد. بعد الآش شو في عندي؟ سي آش 3 سي، أنا عندي سي، فهون في عندي سي. يا سلام. يلا كم سي أنا هون؟ عندي وحدة لأنه ما في رقم جنبها، يعني 1. فبقول 12 ضرب 1 زائد، انتبهوا ها كله زائدات. بعد السي شو في عندي؟ او. الاو الاو اعطونا اياها 16. كم او انا عندي؟ وحده، زائد كمان 16 ضرب 1، يعني 16 ضرب 1 زائد 16 ضرب 1. هي طبعا بتنحل بطريقه ثانيه، بس هيك ابسط شيء. او شايفين؟ معناتها سي اش 3 سي او. واخر شيء شو في يعني عندي؟ الاش 1 ضرب 1. رح برجع بعيد. أول شيء أنا عندي سي 1، ف 12 ضرب 1 زائد، خلصت من السي، 12 ضرب 1 زائد الآش 3، ف1 ضرب 3 خلص، زائد سي 1، ف 12 ضرب 1 زائد أو 16 ضرب 1 زائد أو 16 ضرب 1 زائد 1 ضرب 1، لأنه ما عندي غير آش وحدة هون، والآش وزنها 1. هلأ بدي اضرب وبعدين بجمع. 12 زائد 3 زائد 12 زائد 16 زائد 16 زائد 1 بيطلع الجواب 60 جرام بمول اس ناقص 1. على فكرة مانو كتير صعب، مانو صعب أبدا، بنحل بطريقة تانية، بس هي أبسط طريقة لحتى نحل فيها، مانو كتير صعب. برجع بعيد. السي 12 ضرب 1 هني قالوا لأنه 12 زائد الآش مع الكتلة إلى 1 وزنها 1، لكن كم آش عندي؟ 3، ف1 ضرب 3 خلصتها. هلا بعد سي 12 ضرب 1 زائد الأو 16 ضرب 1 زائد كمان 16 ضرب 1 زائد 1 ضرب 1. ما تنسوا ولا عنصر بيطلع فيه خلل، بيطلع فيه خطأ. تمام. هلا النشادر بيعطوكم هن انه الN 14 والآش 1، الFE 56، سي 12، شو كمان عندي؟ CL 35.5. هدول علما أن هدول هن يعطونا إياهم. هلا هن موجودين بالجدول فوق، بس مشان ما أطلع لفوق. يلا النشادر NH3 كيف بدي أحلها؟ شو أول عنصر عندي إياه؟ الN. طيب كم N أنا عندي؟ وحدة. وقديش الN؟ الN 14. شو بكتب؟ 14 ضرب 1، لأنه ما عندي غير N وحدة. بعدها بحط زائد لأنه خلصت من الN. الآش قديش الآش؟ الآش أعطوني إياها من علما أن 1. طيب كم آش عندي أنا؟ 3، ف1 ضرب 3. يا سلام. 14 زائد 1 14 زائد 3 بيطلع الجواب 17. شو الواحدة؟ جرام بمول اس ناقص 1. برجع بعيدة. الN 14 ضرب 1، الN وزنها 14، وكم N عندي أنا؟ وحدة، ف14 ضرب 1 زائد الآش شو وزنها؟ 1، كم آش عندي أنا؟ 3، ف1 ضرب 3، قول 14 زائد 3 17 جرام بمول اس ناقص 1. كلوريد الحديد الثنائي FeCl2. يلا بسم الله. الFe أول شيء أنا عندي حديد، تمام. الحديد قديش؟ وزنه 56، وكم Fe أنا عندي؟ وحدة، فبقول 56 من علما أن هن يعطوني إياها 56. 56 ضرب 1 خلصت من الFe. هلا شو بحط؟ إشارة زائد. برافو عليكم. Cl 35.5 هن يعطوني إياها. كم Cl أنا عندي؟ 2. كم Cl أنا عندي؟ FeCl 2 فضرب 2. هلا 56 ضرب 1 56 زائد 35.5 ضرب 2. تعالوا نضرب مع بعض، أو بعطيكم طريقة إنه 35 و35 35 2 قديش؟ 70، ونص ونص 1، فالجواب 71. بس خلونا نضرب مع بعض. 35 ونص ضرب 2، 35.5 ضرب 2. يلا
5 ضرب 2 10. 5 ضرب 2 10. 1 11. 3 ضرب 2 6 و1 7. الفاصلة بعد رقم، شايفين؟ هون يعني تروح الفاصلة مع الصفر، شو بيبقى عندي؟ 71. هلا 56 بدي اجمعها مع ال 71. برجع بعيد اف اي سي ال 2. الاف اي 1، ما عندي غير اف اي وحدة، فبضرب بواحد. سي ال 2 انا عندي سي ال 2 فبضرب ب2. بضرب وزن الاف اي بواحد وبضرب وزن السي ال ب2. طيب قديش وزن الاف اي؟ 56. فبقول 56 ضرب واحد. قديش وزن السي ال؟ 35.5. فبقول 35.5 ضرب 2. وبعدها ما اضرب بجمع. 56 زائد 71 7 12 127 جرام بمول اس ناقص 1. بمول اس ناقص 1. هيك أنا كنت تعلمنا مع بعض أنا وياكم كيفية حساب كتلة مولية. أتمنى لكم التوفيق، ورح أعطيكم وظيفة، وبسم الله يلا وظيفة. جاهزين للوظيفة؟ احسب الكتلة المولية لحمض الكربون أو حمض الكبريت. خلونا حمض الكبريت اللي هو H2SO4. تمام. يلا النشادر NH3. بس أنا مشان يكون الأمور تمام هلا علما أن كمان رح أكتب لكم إياه هون. شو كمان أعطيكم حمض كلور الماء كمان مهم. حمض كلور الماء اللي هو HCl. علما أن يلا اكتبون معي علما أن ال H1 Cl 35.5. ال S32 ايش ما عاد كتب ال O16. ال H قلناها. ال N14. بعتقد هيك كافي للوظيفة، ما بناقصها شيء. تمام إن شاء الله. حلوا لي إياهم، بعتوا لي إياهم على رقمي على الواتس. موفقين، بتمنى لكم التوفيق والنجاح. هي رقمي، وأي استفسار بإمكانكم تتواصلوا معي على أي تمرين بدكم إياه، وأي شيء بدكم إياه من عيوني تكرم عينكم. وأي سؤال أنا معكم لآخر لحظة ولبعد الامتحان، ومنخلص هيك إن شاء الله بتاخدوا 200 من 200. نحل مع بعض آخر شيء اللحظات الأخيرة، مثل ما كنا مع 2026 رح كون مع 2027 لآخر لحظة. والكيمياء والفيزياء لعبتنا، والعلامة التامة بالجيبة بإذن الله. انتو قدها وقدود تواسع الحلوين. سلامات.